الجميع يكون بخير وكل سنه وانتم طيبين. كسبنا الاسماعيلي 1-0، بس الاهلي مش عاجبني. الاهلي مش عاجبني. الماتشين الاخرى ماتش الاسماعيلي وماتش فيوتشر، الماتشين دول ما بيفكركوش بحاجه. الماتشين دول عاملين بالظبط زي ماتشات النادي الاهلي السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، قبل ما مجلس اداره النادي الاهلي يريح او ياخد قرار بتريح اللعيبه. نفس التقيله اللي كانت في رجلين لعيبه النادي الاهلي بتاعت السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، نفس التقيله اللي كانت مع موسيماني. لازم كولر يبدا يتدخل. لعيبه النادي الاهلي مش احسن حاجه، البدني تحس ان هو وقع الى حد ما في اخر الماتش ده وماتش فيوتشر. الكيرف بتاع لعيبه النادي الاهلي بدا ينزل. تختلف او تتفق معايا بس ده رايي ان النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي مش احسن حاجه في اخر ماتشين. ماتش الاسماعيلي النهارده كان لعيبه النادي الاهلي مش في احسن حالاتهم، اللعيبه مش قادره تقف على رجليها. ماتش برضه فيوتشر كان نفس النظام برضه، مش قادرين. مش هم دول اللي لعيبه الاهلي اللي كانوا في بدايه الموسم او في منتصف الموسم، او دول اللعيبه اللي راحت جابت كاس افريقيا من قلب كازابلانكا من الدار البيضاء وقدرت تتعادل مع 60,000 متفرج زائد ال11 اللي في الملعب زائد الحكم اللي كان متحامل على النادي الاهلي، وعوامل كتيره جدا كانت ضد النادي الاهلي في المباراه دي. لكن البدني بتاع اللاعيبه والرجوله بتاعت اللاعيبه والاداء كان غالب على كل الاجواء دي كلها. عشان كده النادي الاهلي ورجالته قدروا يرجعوا بكاس افريقيا ال11. لكن اللي شفناه النهارده واللي شفناه في مباراه فيوتشر بيقول ان النادي الاهلي كيرفو بينزل، وده طبعا شيء طبيعي جدا. انت ممكن الكلام ما يعجبكش كمتابع للنادي الاهلي او كمشجع للنادي الاهلي وما بتطقش عليك تختلف او تتفق، ده وجهه نظري. ان اللاعيبه بادئه تتعب، اللاعيبه بادئه تستهلك، فلازم كولر يتدخل. مش عايزين نشوف اللي احنا شفناه الموسم اللي فات واللي قبليه. فاضل 6 مباريات، لكن عندنا مباريات مهمه جدا 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 اهم من الدوري، لان الدوري خلاص يعني على وشك الانتهاء، والدوري عرف بنسبه 90% مكانه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. فعشان كده لازم يبدا المدير الفني مارسيل كولر، مدير فني النادي الاهلي، لازم يريح بعض اللاعبين. في لاعيبه لازم تقعد شويه بقى، زي مثلا محمد عبد المنعم. زي ما اشدنا كتير برجوله محمد عبد المنعم، زي ما دلوقتي بنقول ان محمد عبد المنعم بدأ يتدلع. ما تعرفش ده بقى دلع ولا تعب ولا ارهاق ولا في ايه بالظبط. المهم ان محمد عبد المنعم النهارده اسوأ مباراه لمحمد عبد المنعم من يوم ما جه النادي الاهلي، او يمكن يكون من يوم ما لعب كوره كمان. النهارده في كذا لاعب كده اتحط تحتيهم 20 خط. محمد مجدي قفشه رغم انه كان قاعد فتره طويله جدا، الفتره اللي فاتت دي ما كانش كولر